وفي حلقة النهاردة هاخدكم ونروح رحلة لأهم المحطات الفنية في مسيرة فتحي عبد الوهاب. وطبعا الأعمال الفنية اللي هقولها هي أعمال مؤثرة ومهمة لفتحي عبد الوهاب، ومش معنى كده خالص إن الأعمال التانية هي أعمال سيئة. ونبدأ مع المحطة الأولى، فيلم ثقافي. مسيرك تقعد في البلكونة حد واربعة. الفيلم اللي بيقدم فيه فتحي عبد الوهاب دور أشرف، الشاب البسيط جدا اللي بيواجه مشاكل بيواجهها كتير من الشباب في السن ده. أبسط المشاكل دي هي التوهة اللي بيمر بيها أي شاب في فترة العشرينات، الفترة اللي بتعتبر وقت قاتل. لو ما حققتش فيها كل أهدافك وأحلامك من وجهة نظر المجتمع أنت كده هتكون فاشل. التوهة اللي ممكن الإنسان يكون عايش فيها طول عمره وفجأة يلاقي العمر جاري بيه وما عملش أي حاجة، لا اتجوز ولا اشتغل شغلة ثابتة ولا أي هدف حققه في حياته. فلما بيلاقي نفسه إن هو محققش أي حاجة في حياته بيضطر إن هو يلجأ للحاجات الرخيصة والسهلة زي الإباحية مثلا. والفيلم ده هو واحد من أهم الأفلام المصرية لأنه بيناقش قضية مهمة جدا، القضية اللي ممكن تكون وقت عرض الفيلم ده كانت بسيطة ولكن دلوقتي توحشت أكتر. ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا، إن الفيلم يفضل عايش مع الجمهور على الرغم من إنه هو محققش نجاح في السينما أوي. المحطة اللي بعد كده في مسيرة فتحي عبد الوهاب هتكون فيلم قص ولزق. كنت رايح فين؟ ولا حاجة، الشركة طالبة بكالوريوسات. طالبة إيه؟ بكالوريوسات. طب ما تاخدني معاك يا سامي. عايزين زراعة بس مش عايزين تجارة يا أخويا. بقول لك ايه، انا هبقى اخد منك قميص عشان اروح اقدم بيه والنبي يا يوسف، بس بلاش القميص اللبني ده عشان انا بتشائم منه، مفيش شغلانه رحت بيه وقضيت ابدا. الفيلم اللي عمل فيه بطوله مشتركه مع شريف منير. الفيلم ده هو واحد من اهم الافلام اللي اتقدمت في السينما المصريه، ولو انت ما اتفرجتش على الفيلم ده لحد دلوقتي فيا بختك انك هتتفرج على الفيلم ده لاول مره. فتحي عبد الوهاب بيجسد دور الشاب المحبط واللي مش لاقي شغل، وكل ما يروح يقدم على شغلانه يقولوا له سيب اسمك ورقمك وهنبقى نرد عليك. وكعاده التقديم على وظائف ما بيردوش ولا حاجه، طبعا الشركات بتبقى عايزه تشغل الاتش ار وخلاص يعني. فده بيسبب احباط كبير جدا لسامي، فبيقرر ان هو يبعد عن الواقع ويهرب منه ويتعاطى مخدرات بدل ما يواجه الواقع ده. وطبعا مفيش شغل يعني مفيش جواز ومفيش استقرار في الحياه خالص. ولكن على الجانب التاني هنلاقي نموذج ليوسف صاحبه اللي شغال في تركيب الاطباق وبيسعى ان هو يسافر. قرر ان هو يسعى تجاه اي حاجه بدل ما يستسلم للواقع ده. الفيلم ده بيجسد واقع مهم بنعيشه كلنا لحد ما بنوصل للمحطة اللي كانت نقلة لفتحي عبد الوهاب في الأداء التمثيلي، المحطة اللي خلتنا نشوف النسخة الحالية من فتحي عبد الوهاب، وده من خلال دور صغير قد كده في آخر حلقات مسلسل ريا وسكينة، دور وكيل النيابة. انت هتقعدي برضه تلفي وتدوري؟ مش دي صورتك انت وبديعة؟ لقيتوها فين؟ وسط الجثث. فتحي عبد الوهاب بجانب ان هو ممثل سينما رائع، هو برضو قدم اعمال درامية رائعة حتى لو مش هو البطل او حتى لو هو ضيف شرف في الاعمال دي. مسلسل ريا وسكينة، المسلسل اللي بيعتبره الجمهور هو افضل او واحد من افضل المسلسلات اللي اتعملت في تاريخ الدراما المصرية كله، وده لان المسلسل كان كويس قوي سواء كتابة أو إخراج أو تمثيل، وكل أبطال العمل في المسلسل ده أبدعوا في أدوارهم. ولكن في آخر المسلسل ظهر فتحي عبد الوهاب بشخصية وكيل النيابة، وكان ظهور مميز جدا في المسلسل، وده لأنه لعب شخصية وكيل النيابة اللي كشف وفضح ريا وسكينة، وده طبعا بسبب هدوءه وذكائه اللي صدره لنا فتحي عبد الوهاب من خلال الشخصية دي، الشخصية اللي بتقول إن ما ينفعش أي حد يلعبها غير ممثل تقيل ومتمكن. وهنشوف برضو في ظهور فتحي عبد الوهاب في المسلسل ده مشهد رائع ومباراة تمثيلية ما بين فتحي عبد الوهاب وعبلة كامل في المشهد اللي كان بيحقق معاها فيه. بسبب نجاح المسلسل ده جدا عند الجمهور ساعة عرضه ولحد دلوقتي فتحي عبد الوهاب بقى أيقونة عند الناس، والناس كلها صدقت الدور ده منه جدا لدرجة ان الناس بقت بتسقف للشخصية دي ان هو قدر يكشف حقيقة العصابة دي. فدي حاجة مبهرة قوي لأي ممثل، والضجة اللي عملها فتحي عبد الوهاب في المسلسل ده بتاخدنا لمسلسل تاني قدمه فتحي عبد الوهاب في المحطة اللي بعد كده، وهو مسلسل الإخوة أعداء. دم يلا دم دم دم، عايزين بحر دم، ايش تسكتوا؟ بحر دم هنا بسين
الصيني بلو دم. المسلسل اللي مقتبس من رواية الإخوة كرامازوف لدستيوفسكي. فتحي عبد الوهاب بيجسد دور يوسف ابن سيد الدقاق، ويوسف بيكون الابن اللي أبوه بيحبه جدا عن باقي إخواته، وده لأن يوسف بيطبل لأبوه كتير وكمان بيشارك معاه في الفساد اللي هو بيعمله وبيشجعه عليه. فتحي عبد الوهاب قدم شخصية صعبة ومعقدة جدا في المسلسل ده، ولكن برضه صلاح السعدني أضاف كتير للمسلسل هو وباقي الممثلين. المحطة اللي بعد كده في مسيرة فتحي عبد الوهاب هو مسلسل الحشاشين. انت عارف انا بقيت ايه دلوقتي؟ وزير الدولة اللي ربنا أراد إنها تكون الأقوى. وزير الدولة الأقوى. وطبعا لو فاكرين ان فتحي عبد الوهاب شاطر بس في الاعمال الفنيه اللي بتتكلم عن الفتره المعاصره وكده، تبقوا غلطانين. وده لانكم لو شفتوا دور فتحي عبد الوهاب في مسلسل تاريخي وهو مسلسل الحشاشين هتعرفوا قد ايه الممثل ده متمكن جدا، ودور مختلف تماما عن ادوار فتحي عبد الوهاب اللي كان قدمها قبل كده. وده لما قدم دور الوزير السلجوقي نظام الملك. نظام الملك كان خصم لحسن الصباح في احداث المسلسل. حسن الصباح اللي كان بيقدمه كريم عبد العزيز اللي بنشوفه لاول مره في دور شرير. وبنلاحظ ان دور نظام الملك في المسلسل ده كان دور صعب جدا، ما ينفعش اي ممثل تاني يعمله غير فتحي عبد الوهاب، لان الشخصيه اللي قدمها فتحي عبد الوهاب في المسلسل ده بتجمع ما بين شخص بيحب دولته وكمان بيكون ذكي في القرارات اللي هو بياخدها عشان ما يضرش دولته ولا يضر نفسه. والدور ده كان من اهم الادوار اللي قدمها فتحي عبد الوهاب في مسيرته كلها. فتحي عبد الوهاب دايما بيعمل الاداء السهل الممتنع اللي انت ممكن تتفرج على عمل كامل بسبب ان فيه فتحي عبد الوهاب بس. وهنا السؤال، هو ليه فتحي عبد الوهاب غول تمثيل كده؟ الإجابة لأن الفنان ده مش بيرمر، أو بمعنى أصح مش بيشتغل أي دور وخلاص، هو بيدور على أفلام اللي هتضيف له هو كقيمة فنية وكتاريخ بعد كده. ودي حاجة مهمة جدا، إن الممثل لازم يختار أدوار تعيش مع الناس، زي فيلم ثقافي وفيلم قص ولزق مثلا، أفلام بتعالج مشاكل مهمة في المجتمع. ودي من أهم العوامل اللي خلت فتحي عبد الوهاب يكون ممثل محبوب عند الجمهور. وكمان الأداء اللي بيخليك تبتسم وأنت بتتفرج عليه، من الشر اللي بيقدمه اللي في الغالب ما بيكونش مطلق وبيكون داخله سنة كده من خفة الدم شوية. ودلوقتي بقى عايزكم تكتبوا لنا تحت في الكومنتات ايه هو افضل دور لفتحي عبد الوهاب من وجهة نظركم. كده تكون انتهت حلقة النهاردة، واشوفكم على خير في الحلقة الجاية، وسلام.